بيبدأ فيلمنا لما تود هاني بياخد بنته زوي للغابة علشان تتعلم الصيد، وكان بيشغلها بأي شيء علشان تقدر تتخطى وفاة أمها. ولما روحوا البيت حصل بينهم نقاش على إنها لسه صغيرة علشان تتخلى عن الأشياء الترفيهية زي الموبايل وغيره. وهنا بيجي لويس صديقها يقطع كلامهم وبياخدها معاه في عربيته للمدرسة، وأثناء طريقهم بيطلع عليهم شوية طلبة رخمين بيرخموا عليهم، فاضطر لويس إن هو يوقف العربية وفضلوا واقفين شوية. وبعد كده زوي لاحظت ان في طالب معاهم في المدرسة بيجيب صندوق وبيحطه في ارض زراعية وبيمشي. المهم لويس بعد ما وقفوا شوية شغل العربية ومشي ووصل عند المدرسة، واما وصلوا كل واحد راح لفصله، ولويس قال لها بشوفك في البريك. مرت زوي بيوم مدرسي عادي جدا، وفي احدى الحصص لاحظت من الشباك حريق خارج المدرسة ولكن ما ادتلوش اي اهتمام. وجه وقت البريك وراحت للويس في المطعم وبدأ يقول لها عن اسباب رغبتها في عدم حضورها للحفلة الراقصة. فزوي قالت له انا مستحيل ان انا اروح واضيع فلوس على كلام زي ده. واثناء نقاشهم لويس وقع عليها اكل، فدخلت الحمام علشان تغسل هدومها، وهناك لقت واحدة بتعمل حاجة في سقف الحمام. حاولت تعرف زوي بعد ما البنت دي خرجت ولكن معرفتش تكتشف اي حاجة. وبيدخل مجموعة من الطلاب المسلحين مطعم المدرسة وبيقتلوا لهم 4 أو 5 طلاب كده كاثبات حضور. وزوي وهي في الحمام لقت صديقتها قيم داخلة عليها ومتغرقة دم. حاولت تسعفها وتنده على اي حد بره ولكن ما كانتش عارفة ايه اللي بيحصل بره اصلا، لحد ما اتسحبت وشافتهم. وهي قاعدة متدارية لقت شخص طالع من حمام الشباب، حاولت تنبهه على اللي بيحصل بره ولكن ما خدش باله. وجي واحد معاه سلاح خده علشان يضمه على اصحابه، وراح يدور على اي حد تاني في الحمام، ولكن زوي كانت قدرت انها تهرب من الحمام. في نفس الوقت كان كريس اللي هو زعيم العصابة بلغ الطلبة انهم يطلعوا موبايلاتهم ويبلغوا اهاليهم رسائل وداعية علشان هيخلصوا عليهم. واثناء ما زوي بتتسحب على سقف الحمام فقدت توازنها ووقعت في المطبخ، وراح واحد منهم يدور على ايه مصدر الصوت. زوي كانت معاها مدرسة مستخبية، ولما دخل الشاب ده ومعاه السلاح فقامت المدرسة بحيث تثير النظر عن زوي، ولكن كان خلص عليها لما حاولت تديله نصيحة. ولكن من الصدفة الحلوة انه طلع بره وما شافش زوي، وزوي كانت عندها الفرصة انها تهرب من الباب الخلفي، لكن لما طلعت ضميرها بدأ يشتغل وافتكرت صحابها اللي جوه، فقررت انها تدخل وتنقذهم. ولقت شوية طلبة بيحاولوا يدخلوا المدرسة فبلغتهم انهم يبعدوا لان فيها عصابة جوه. في البداية طبعا ما صدقوهاش ومشيوا، ما عدا واحدة قالت لها انا هساعدك علشان ننقذ صحابنا. وطبعا الجماعة اياهم قالوا للطلبة طلعوا كل موبايلاتكم وافتحوا بث مباشر على اي تطبيق تواصل اجتماعي وصوروا اللي بيحصل وعرفوا المجتمع اننا هنفك القيم بتاعته والمبادئ المزعومة. فدخل عليهم 2 من الشرطة بعد ما الفاجر كريس اللي هو واحد من العصابة بلغ الشرطة بنفسه انهم خاطفين طلبة. الشرطي كان بيحاول يهدي كريس بالذوق وقال له ممكن نحل كل حاجة بالتفاهم، فقام متريق عليه وقال له كل الطلبة اللي قدامكم ده بيضحك عليكم وبيقبضوه 12 دولار وكمان من غير سلاح. فحاول الشرطي يتفاهم معاه مرة تانية ولكن واحد منهم قتله وساب التاني ما قتلوش لما توسل ليهم. بالاضافة انهم قطعوا جميع السلوك الخاصة بالاتصال على مستوى المدرسة. وهنا كانت زيوي وصاحبتها بيلفوا على الفصول عشان يبلغوهم انهم يخرجوا. راحوا اول فصل المدرسة فكرتهم بيضحكوا عليها وسكت الشباك في وشها. تاني فصل راحت كسرت الشباك وبدون اي مقدمات وبلغتهم يخرجوا فورا. بالفعل سمعوا كلامها وخرجوا، والمرة دي اتأكدوا اكتر لما شافوا البث المباشر. بعد كده كريس اللي هو واحد من زعيم العصابة بيسألهم بيقول مين اكتر حد عنده المشاهدات فوق ال50 يرفع ايده. فبعد كده زود وقال طب اللي عنده 100، لحد ما لقى لويس بيرفع ايده بيقول انا عندي 1002 شخص بيتفرجوا. فكريس قال له تعالى انت هتصور كل التفاصيل اللي انا بعملها لان الناس هتشوفني اكتر من عندك. بعد كده زوي ضربت انذار المعمل، وفي طلبة في المعمل معاهم المدرسة سمعوا الانذار وخرجوا، ولكن المدرسة فكرته انذار كاذب وقالت للطلبة يدخلوا الفصل تاني، ولكنه ما كانش كاذب ولا حاجة. وكريس قام مبلغ واحدة معاه انها تفصل جميع الكهرباء الموجودة في المدرسة. جريت زيو في كل المدرسة تبلغ الطلبة انهم يهربوا في الوقت اللي كان بيبلغ فيه شريف اللي هو رئيس الشرطة بتاعته ان هما ما يدخلوش متسرعين ويستعملوا التفاوض علشان الطلبة ما يتأذوش. وفي بعض الاشخاص من الشرطة عملوا انذار لجميع الفصول بانهم بيتعرضوا لهجوم مسلح ولازم يلتزموا بنظام امان المدرسة. واثناء ما زيو بتجري علشان تبلغ الطلبة انهم يهربوا بيوقفها 2 من الشرطة وبيقولوا لها بلاش تتحرك علشان شكوا فيها. فحاولت تشرح لهم الامر ولكن كانت في قنبلة انفجرت وقتلت الضباط كلهم. كملت زوي طريقها وراحت لفصل علشان تخرج اللي فيه، ولكن بتتفاجئ برفض المدرسة لانها ماشية على نظام تعليمات المكتب اللي هما ما ينفعش نخرج من الفصل الا لما المكتب يبلغنا.
ولسه جايه تشرح لها لقت واحده بتضرب عليها نار. في نفس الوقت اللي كريس كان خد بعضه وطلع على ميس ديزنت اللي هي مدرسه الاسباني، وما قال لها انا عايز كل الطلبه اللي عندك تحت في الكافيتيريا، فبكل تلقائيه قالت له بس بالله عليك ما تاذيش حد منهم. قال لها انا ممكن اعمل كده ولكن بشرط وهو انك تقلعي قميصك. في نفس الوقت كانت زوي قتلت البنت اللي كانت بتضرب عليها نار. بعد كده الشرطه حاولت تستخدم ام تريستن علشان تكلمه وتهديه، ولكن تقريبا كان خلص عليها قبل ما ينفذ خطوته دي. وقام كريس واخد ميس دياز وطلابها ونزلهم الكافيتيريا، وهم نازلين زوي سمعتهم واتدارت منهم، ولكن لسوء الحظ واحد منهم مشي في طريقها وكان رايح فصل يجيب الطلبة اللي فيه، فحاولت تضربه لكن ملحقتش، وفضل يجري وراها لحد ما لقى آن صديقته اللي خلصت عليها زوي مرمية على الأرض وميتة. وقدرت زوي بخدعة انها تمسكه وودته المسرح وكلبشته في كرسي موجود هناك. بالمناسبة كان في حاجة وهي ان ام زوي بتطلع لها على شكل تهيؤات وبتديها نصايح، فحاولت تفهم منه هو ليه بيعمل كده وهيستفاد ايه يعني من كل ده. فقال لها ان اللي وصله لكده هو التنمر، وكان اللي حصل له ان واحد شد بنطلونه قدام الناس وفضلوا يضحكوا عليه، وهو كره نفسه ونفسيته تعبت من اليوم ده. فزوي دخلت له بطريقه عاطفيه وقالت له بان كل الناس اللي انت خلصت عليهم ابرياء، بالاخص كمان فيم اللي كان هدفها في الحياه انها تكتب شعر وبس. وفي الوقت ده كان رئيس الشرطه بيتصل بكريس علشان يحل الموضوع معاه ودي، ولكن التاني رفض. وكان وقتها جه تود اللي هو ابو زوي عند موقع المدرسه ومعاه البندقيه، واستمرت زوي في عملها وهي اخراج الطلاب من المدرسه. ولكن المره دي كريس بيتصل على آن اللي خلصت عليها زوي، وكان تليفونها مع زوي، فبلغته بكل ثقه انها ماتت وان هي اللي خلصت عليها. ولما سالها عن كيب قالت له هو لسه عايش. قال لها خلاص تعالوا، وقصاد كل 5 دقايق تأخير انا هخلص على واحدة فيهم. كيب الكلام اثر فيه وتراجع عن افكاره، وكمان قال لزوي انها هتخلص عليه كتكفير عن اخطائه وعن قتل ايمي. فقالت له لا انت هتيجي معايا وتقتل كريس وتخلص عليه علشان حق الايمي. فخدته وراحت تجري، واول لما وصلت هناك قال لها بقى انت اللي عامله كل ده، وفضل يرجي معاها شويه عن كبريائه اتجاه افعاله دي. صاحبه اللي كان معاه كان عايز يخلص على زوي لما عرفت انها قتلت اخته آن، ولكن قال له مش وقته. وهنا بيدخل كيتو معاه سلاح وبيقول لهم يوقفوا اللي بيعملوه ده. فكريسي كان بيحاول يضحك عليه بشويه كلام، فالتاني رفض يسمع له. وهنا صاحبه فقد اعصابه وضرب نار في الهواء واصاب كيب ولويس. ساعتها زوي استغلت الفرصه وخدت لويس وجريت، وكريسي ساعتها قال لصاحبه روح اجري وراهم وخلص عليهم. طبعا لويس كان مصاب فاخذته زوي ودخلت بيه علشان تعالجه. قال لها انا عاوز اقولك على حاجه. كانت فاكراها يقول لها بحبك، ولكن قال لها العربيه اللي في المطعم مجهزه للانفجار. فطلعت زوي علشان تشتت النظر لكريس عن لويس المصاب، ودخلت المعمل وهو دخل وراها. حاولت ترش عليه مادة غريبة على عينه، ولكن نجحت انها تبعد السلاح عن ايده، ولكنه قام تاني ومسكها وجاب السلاح. فحاولت تفهمه انه مضحوك عليه وموهوم. طبعا هو ما سمعش الكلام ده ولسه جاي يخلص عليها، قام ابوها ضربه بالقناصة لانه كان متابع اللوكيشن من خلال اللايف اللي على الموبايل. وبتشوف الشرطه قبضت على ابوها بسبب استخدامه السلاح. وهنا كريس حاول يتواصل مع صاحبه، ولكن اتفاجئ بان زوي بتبعت صوره ليه وهي مخلصه عليه. وبعد كده بدأ يقول لها كلام يأثر على عقلها، ولكن هي استفزته اكتر وقالت له عارف بعد كل اللي انت عملته ده ان محدش هيفتكرك اصلا. فالكلام معجبوش واستفزه، فقام يشغل القنبله اللي في العربيه واخد قنبله معاه. وكانت في الوقت ده زوي بلغت الطلاب انهم يمشوا علشان في قنبله في العربيه. وبعد ما طلعت قامت مطلعه العربيه بره المدرسه وانفجرت، والحمد لله محدش اتأذى من الطلاب. وبعد كده زوي دخلت جوه علشان تدور على كريس، ولكن لقت هنا الشرطه بتمسكها وبتكلبشها، وهنا بيحصل انفجار وكان كريس خلص على نفسه. بعد كده الضباط خدوا زوي على عربيه الشرطه، وهنا جالها رئيس الشرطه علشان يشكرها على مجهودها وبيتاسف لها ان الضباط ما كانوش عارفينها. وبعد كده طلبت منه انها عايزه تروح عند ابوها، وهنا بتقول لابوها انها ما عادتش مستهترة ودخلت محرقة الحياة. ولكن اثناء حديثها مع ابوها لقت واحد بيدخل الغابة وبيتسحب كده، فسألت ابوها عن اذا كانت البندقية خدوها منه. قال لها لا، هي مكانها هناك وعليها حبال صفرة. فراحت جابت البندقية ومشيت ورا الشخص ده اللي كان بيجيب صندوق وبيحط فيه متفجرات، وراحت ضرباه في كتفه وراحت عنده وحكيت له الحديث اللي دار ما بينها وما بين ابوها اول ما جات الغابة. وبيخلص الفيلم على كده.